لما بيحصل لنا جفاف في بشرتنا اول نصيحتين بيقولنا اشربوا ميه كتير وحطوا مرطبات. بنعمل الكلام ده وحلو، بس مش بيدي الافكت اللي احنا عايزينه، مش بيدي النتيجة اللي ترضينا. ليه؟ علشان لما عايزاكم تتعلموا كويس قوي، وفروني كير ده دوري ان انا جاي اعلمكم الحتة دي، ان انتوا لما يحصل لكم اي مشكلة سواء على مستوى البشرة او على الشعر لازم نعالجها على ناحيتين، الناحية الحسية الداخلية والناحية الخارجية. ففي جفاف البشرة هنتناول الموضوع ده. الناحية الحسية هو بيجيلي لما بيكون مفتقدة شخص او مفتقدة مكان او مفتقدة ذكرى، عندي حنين ليها، عندي مشاعر ليها. فحل حاجة من اتنين، يا اما ان انا اتواصل مع الاشخاص اللي انا عندي افتقاد ليهم دول، هحس ان الجفاف هيهدى جدا. لو ما فيش امكانية للتواصل او انا سافرت او مش عارفة اوصل لهم، فهعيش في سلام مع الموضوع، مش هحس طول الوقت ان انا متضايقة. سلام سلام سلام.